يا ترى إيه حكاية شاطئ العلمين المجاني اللي بقى ترند مواقع التواصل الاجتماعي؟ تعالوا ناخدكم في جولة داخل أول شاطئ مجاني في العلمين بكل التفاصيل هتلاقوها معانا في الفيديو ده. معاكم سدرة المنتهى، أهلا بيكم. واحنا في طريقنا للشاطئ قلت لازم اصور لكم المناظر الرائعة مع الابراج الشاطئية اللي بتتميز بيها مدينة العلمين الجديدة. أحلى يوم مجاني هتعيشه وتقضيه انت وأولادك على شاطئ مجاني في أجمل مدينة في العالم، مدينة السحر والجمال، مدينة العلمين. العالم عالمين. احنا كده وصلنا للشاطئ المجاني اللي في مدينة العلمين، هنشوفه مع بعض دلوقتي من خلال كاميرتنا. الشاطئ ده من أجمل الشواطئ اللي موجودة في العلمين علشان بيتمتع بالرملة البيضاء اللي حضراتكم شايفينها ونقاء المية، وغير كل ده جمال المناظر الطبيعية اللي على البلاج اللي انتوا هتشوفوها معانا دلوقتي من خلال كاميرتنا. أجمل منظر ممكن تشوفه إطلالة الأبراج الشاطئية على شاطئ العلمين المجاني مع نقاء المية. أحلى صور تذكارية ممكن تاخدها في حياتك. هندخل مع بعض دلوقتي ونشوف كل التفاصيل عن الشاطئ المجاني. الشاطئ المجاني زي ما قلت لحضراتكم بيتمتع بالرمال البيضاء ونقاء المية وكمان جمال المناظر الطبيعية على البلاج. إقبال المصيفين على الشاطئ مش علشان هو شاطئ مجاني بس، لكن حقيقي هو واحد من أجمل الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، مياه صافية، طقس جميل ومميز، وأجواء رائعة وجميلة. الشاطئ ده الدخول فيه مجانا، هو مساهمة من الشركة المتحدة لكل محبي وكل زوار مدينة العلمين. هندخل مع بعض دلوقتي ونشوف كل التفاصيل. التفاصيل هي ان الشمسية الكبيرة تمنها 100 جنيه لحوالي 8 أفراد أو 10 أفراد. الكرسي تمنه 50 جنيه للفرد الواحد، والترابيزة ل8 أفراد 50 جنيه للفرد. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي كل التفاصيل عن الخدمات اللي موجودة على الشاطئ، وأهمها طبعا الحمامات. الحمامات موجودة زي ما حضراتكم شايفين اهيت، رجالي وحريمي. حمامات نظيفة جدا، وكمان وحدات خلع الملابس. برضو بيوجد على الشاطئ معانا كافيتيريا كبيرة جدا فيها كل المشروبات اللي حضرتك ممكن تحتاجها على الشاطئ، وكمان وجبات سريعة تكوية. في بقى بعض التعليمات الهامة جدا اللي لازم حضرتك تتبعها وانت موجود على الشاطئ. هننوه عليها دلوقتي وهنزل لكم بيها صورة كده لبعض التعليمات. بس في حاجة كده عايزة اتكلم معاكم فيها، وهو شاطئ صغير كده موجود جنب الشاطئ المجاني. الشاطئ ده يا جماعة لا يصلح للعائلات،
لان هو بالظبط كده شباب، ممكن شباب ينزلوا المنطقه ديت، لكن عائلات لا. ليه بقى؟ لان هو غير مؤهل او غير مجهز للعائلات، مفيهوش اي خدمات. طبعا حضراتكم شايفين الخيمه اللي الشباب عاملينها وبينزلوا فيها، لكن مفيش حمامات ولا في كافيتريات ولا في اي خدمات. هنقول مع بعض بقى بعض الخدمات او بعض التعليمات السريعه كده للشواطئ. واول التعليمات ديت: ممنوع نزول البحر قبل الساعه 7 صباحا وبعد الغروب. ممنوع نزول الاطفال دون العاشره بدون مرافقه ذويهم، ولا يوجد تذكره مقابل دخول الشاطئ. وبرضو لا يسمح بنزول البحر الا بالملابس الخاصه بالسباحه. ويحظر اصطحاب الحيوانات. طبعا اللي حضراتكم شايفينه ده البحر او منطقة الشاطئ المجاني من تصوير من مكان مرتفع علشان تشوفوا جمال الشاطئ وجمال المية مع الشاطئ. هنراجع مع بعض التعليمات او جزء من التعليمات. غير مسموح بدخول المأكولات والمشروبات. لا، في مأكولات ومشروبات بتدخل المنطقه ديت يا جماعه اللي بتعمل فيها الحفلات الصيفيه. وكمان في مهرجان حاليا دلوقتي بيقام في العالمين، هو العالم عالمين، دي المنطقه المخصصه للمهرجان وكمان الحفلات الصيفيه. هنرجع مع بعض دلوقتي ونكمل باقي التعليمات، وهي غير مسموح بدخول المأكولات والمشروبات، لكن فعلا ممكن تدخل عادي بمأكولات ومشروبات. ولا يسمح بدخول الشماسي والكراسي وإنشاء الخيم حفاظا على المظهر العام للشاطئ. هنشوف مع بعض دلوقتي الباركينج. الباركينج جميل جدا جدا يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين واسع وكبير، منطقة كبيرة جدا. بصراحة الشاطئ مجهز من كل حاجة، باركينج وحمامات وكافيتريات وكل حاجة. طبعا غير انه هو مجانا، حضرتك بتستمتع انت واولادك بأقل التكاليف. طبعا المكان اللي حضراتكم شايفينه ده خلف الابراج الشاطئيه، مكان جميل جدا. ممكن لو حضرتك عندك هوايه الصيد ممكن تيجي تقعد وتصطاد في المكان ده، وكمان ممكن تعمل باركينج مجانا في المكان ده، بس حضرتك بتعدي الطريق. اشوفكم بقى على خير في جولات كتيرة جاية عن مدينة العالمين الجديدة، مدينة السحر والجمال، وكمان نرجع تاني لفيديوهاتنا عن اسكندرية الجميلة.